فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 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 وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم ما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن نتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منه إلي لتعين. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين. فقمت مجوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك قد زرت لما لم أجد شرواك. فجدت لي اليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن. من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس. وكدت للأمداح والإطراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي قلل منامي
يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك ركونا وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الكوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وسفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جثماني في قبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتغنني بك وهب لي الأرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل السلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليهب خير منى وأملي يا من علا عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من علا عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وسليا عليه أفضل صلاة وآله وصحبه ذوي الصلات وكل من خدمني أو زارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارزقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فهب له التوبة واستسلاما فكل من أساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفيهم أذايا يا رب أمين واجعل بناعي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكف عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر أذى الشيطان وحزبي الباغين في الأوثان
ولتكف عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأعلني وأعلم من يعينني ولتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله رب مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم قل لي مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك قاعدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه ولتكفي عنك بي ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيري وكل فتني والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض ترا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قتل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاهد اليوم وجاه مولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه سل أبدا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهداة عليه سل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا ولهوا ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دهبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس محولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ذاكر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجذب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناسع وسليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانع عليه والعالي بأفضل سلام وسابي ومسكني حط يا سلام وزك نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما
وتكرا قلبي وزدني حياة وآيني في طاعة يا ربي يا واجعل يميني كساب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المشفع المقرب والآل والساب وشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا رب وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عبد أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حمايا ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب ودفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفث في الوقود وشر حاسد وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وقربا وأسودا واقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن
جميع من قد أسلموا فيما ولن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرذل وكل فادل وكل قاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل جاني وكل جبار وكل جاني وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد وابلي القيام في الليالي والصوم في النار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكل بي وافتح الرب ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا ولياب خلاقة ونورا وفي السرات أسر المرورا وابلي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي واذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا الخدما وكن مغيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معاذا وفيهما لي لا تزل ملاذا وصفيني قالبا وقلبا ولي ترقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وافذا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومرحفا بكل ما ينفعني وبالتفا وباسمك مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وباسمك الرب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو دررا ولتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وأبالي وصحبي جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بطاعة ولتكفني عن المعاصي
وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وابلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والقيام والسعادة وأصلحا أمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجيهم واقبلت بهم واغفر لهم وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعل لي يا رب من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي تارة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلن واجعل مماتي راحة لي من نسب ومن جوى ومن غرام ووسب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا بي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة هناتك مريد ومنفعا لكل ياد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بدعوف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير الغيب وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء داري واغفر لمن بلغ بناءه الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من عانهم على بنائها الذي بفضلك امتلأ واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعل عنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد في بعلم ينفع ولمات السيت بقلب يخشع وليفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف زدرك أبد علي مع جملة أهلي يا سمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وامرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجم من بدع وجعلوا دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم
ومسكن التسويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من دلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب يا أب مسكني في أرضنا لك وللماء السني ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنا وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا منا وكن بإذنه كفيلا دامنا واجبل الخير من الجهات الست وكفيها عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيما النزر في الرزايا واسرم عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والجانب فليكن حسنا ودربا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسلي وسلم سرمدا على محمد وسيلتي لك وليعبدن الختام عندك ولتسرف الصلاة للسابة على آله وبي الإجابة ولتسرف الصلاة للسابة على آله وبي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعني من كل ما استعصلك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس ما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووالاه ونحوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bravo. Ini banget.